ان شاء الله. انا عندي طاسه فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه ومعايا كيس شعريه. احنا هنعمل ايه؟ شعريه لسان عصفور. هنعمل ايه النهارده مع بعض؟ هنعمل طاجن شعريه لسان العصفور بالكبد والقوانص. اول حاجه هعملها هحمر الشعريه، طبعا قلت الشعريه على طول علشان تاخد لون اللون الذهبي الجميل اللي انا عايزاه. هحمرها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. استفيد باللون الجميل ده، شايفين الذهبي الجميل ده. الوقت بقى هنجهز بقيه الحاجه. هنقطع الكبد. انا نقعت كبد والقوانص في خل وليمون ودقيق. طبعا الخل هنا معايا بيطري من اللحوم، يعني لو في لحم جامد زي القوانص كده بيطريها. او حاجه هنشويها بيخلي اللحمه طريه. انا طفيت عليها بس انا بقلبها كده، وفي نفس الوقت بيحوش اي ريحه زفره خالص. فانا نقعاهم في الخل والليمون وهقطعهم ونشوف مع بعض هنعمل الطاجن ازاي. انا عندي كبد وقوانص. هحط الطاسه فيها معلقه سمنه. هحط القوانص الاول علشان ياخد وقت اطول، وهحط كده تسبيكه كده. عندي بقى ايه؟ معلقه ثوم صغيره وبصلتين كده هحطهم وادي تشويحه على العالي، وبعدين ههدي النار لحد ما القوانص تدخل في السوا. بعدين انزل الكبده علينا، ان احنا عارفين ان الكبده ما بتاخدش حاجه. معايا بقى هتبل بايه؟ ملح، فلفل، رشه جوز الطيب، رشه ليمون، رشه بهارات زي ما احنا شايفين. انا هعمل على الكميه بتاعتي، كل الكميه بتاعتي اللي هنا ده نص كيلو كبد على قوانص. حسب اللي انت عايزينه. اي تقطيعه انا مقطعاها صغير، لو انت عايزين تقطعوها كبير قطعوها كبير. كل واحد بيعمل حسب رغبته. عايزين تعملي كيلو، انا عامله كيس شعريه من اللي هو بيبقى 400 جرام ده بس. حسب الكميه اللي انتوا عايزينها اعملوها. انا دلوقتي هعمل ايه؟ ههدي النار، قلبت على العالي، ههدي النار وغطي عليها لحد ما القوانص تستوي. القوانص مش استوت بقى، يعني ايه؟ على الاقل ايه، خدت ربع سوا او نص، لان هي كده كده لسه هتتحط في الفرن مع الشعريه وهتاخد سوا. هاخد تشويحتين كده الكبده معاهم، وبعدين هنشوف هنكمل الطاجن بتاعنا ازاي. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هولع الفرن يسخن على ما الكبده تاخد تشويحتين كده. انا هعلي النار علشان الكبده تاخد تشويحتين، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. اخدت التشويحه. انا معايا بقى عصير طماطم هحطه واسيبه لما يغلي ويستوي مع الحاجات دي ويتسبكوا كلهم في بعض كده. طبعا لان انا مش هحط عصير الطماطم طري على لسان العصفور. لازم الطماطم بتاعتي برضو تستوي ويضيع منها الطعم الني بتاع الطماطم. هسيبهم مع بعض بقى كده يستوي شويه ونشوف. انا مجهزه خلاص الطاجن بتاعي اهوت، فيه الشعريه والفرن بيسخن، وهسيب ده الطماطم مع الكبد والقوانص والبصل ياخدوا التسبيكه بتاعتهم. الصلصه استوت. انا دلوقتي هحطها على الشعريه في الطاجن. طبعا انا مش هعرف احطها وانا ماسكه الموبايل، بس هحطها وبعدين نشوف مع بعض. حطيت الصلصه والقوانص والكبايد وكله كله كله وقلبت مع بعض اهو. طبعا هي متبله وفيها ملح وفيها كل حاجه. انا هحطها الوقت في الفرن. الفرن معايا سخن. طيب افترضي ان انا بعد شويه حسيت انها محتاجه ميه، او بس لازم اصبر عليها. وانا بحب اغطي الحاجه زي المعمر كده عشان الوش معايا ما يحصحش. لمجرد ما هتتشرب وهشوف العقد بتاعها ولقيته كويس هقوم جايبه غطا ومغطيه عليها. مجرد ما تنشف وهدي الفرن واسيبها تستوي براحتها خالص. هي كده انا مش هحط لها اي ميه سخنه ولا اي حاجه، لان انا حاسه ان السائل اللي فيها كافي. هشوف. وبعدين البصل كل الحاجات دي بتساعد على التسويه. فانا هحطها في الفرن دلوقتي واشوف هي تحتاج حاجه معايا ولا لا. لازم امسك وقتي كده وحاجتي عشان ما تبقاش الحاجه مني معجنه ولا الكلام ده.
ما شاء الله جميل، وشايفين مستوي زي الفل ازاي، ما شاء الله. شايفين الله مستوية خالص وزي الفل، ما شاء الله، لا قوة الا بالله، وبألف هنا وشفا.